السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده جبت لكم وصفة الوافل. كتير بناكل وافل من بره وبنلاقي طعمه حلو جدا وبنحاول نعمله في البيت ونلاقي طعمه مش حلو او بيطلع قوامه مش مظبوط زي بتاع بره. النهارده بقى انا جبت لكم الطريقة اللي تخلي كريسبي من بره وطري وطعمه ممتاز زي بتاع بره بالظبط. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقته مع بعض، وكمان هنعرف بديل مكنة الوافل، وكمان هناخد كام فكرة كده من أفكار التقديم. طبعا دي بتبقى حاجة تبع ذوقكم. هنبدأ ونشوف الطريقة مع بعض، بس يا ريت قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ليندا ودي قناتي. يا ريت لو عجبتكم القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك. ويلا نبدأ على طول في الطريقة. اول حاجه هحتاجها هما بيضتين. طبعا كل المقادير هتلاقوها تحت مكتوبه في صندوق الوصف. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من السكر، ما تزيدوش عن معلقه سكر، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، وهبدا اخفقهم مع بعض كويس جدا. طبعا ممكن تخفقوها بالمضرب اليدوي لان العجينه دي مش متعبه، بتتعمل سهله جدا ومش محتاجه اي حاجه. هنزل عليها بنص كوبايه من لبن الحليب، وكمان نص كوبايه من الزيت، زيت نباتي عادي خالص، وكوبايه من الميه. وبعدين هبدأ اخفقهم مع بعض لحد ما كل حاجة في الخليط ده تتجانس. زي ما انتم شايفين انا حطيت كمية المية تكون ضعف الحليب، ودي نقطة مهمة جدا عشان عاوزين تقللوا الكمية. هبدأ بقى ازود 3 كوبايات من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستعمالات، وكمان رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهبدأ اخلطهم مع بعض. بالاول كده بعملهم تقليبة سريعة من غير ما يكون المضرب شغال عشان ما فيش اي حاجة تبهدل الدنيا، وبعد كده بدأت اضربهم. زي ما انتم شايفين انا شايفة القوام ده تقيل، ده طبعا بيرجع لنوع الدقيق، فبدأت ازود لهم شوية من الحليب. ممكن تستبدلوها بمية اي حاجة، تمام. هي دي مش هتفرق معانا في المقادير قوي لانها بتكون حاجه بسيطه جدا زي معلقه صغيره، لغايه بس ما يبقى القوام مظبوط معايا. انا حبيت اوريكم الخطوه دي عشان تعرفوا لو العجينه تقلت معاكم تعملوا ايه. ده القوام المطلوب. قوام العجينه لازم يكون زي قوام الكيك السايله، يعني تكون اخف من قوام الكيك، حاجات بسيطه. دلوقتي بقى في الوافل ماشين انا بكون مسخناها الاول، وبعد كده بفتحها واحط فيها الوافل ماشين بتاعتي بتاخد كوبايه بالظبط من الكوبايه المعياريه، فبحط فيها كوبايه. وبعدين الارشادات الموجوده عندي على الوافل ماشين ان انا بقلبها بعد حوالي 10 ثواني، وبعد كده ارجع اقلبها تاني بعد حوالي 10 ثواني، ومجرد ما بتديني اللمبه لونها اخضر كده بتكون الوافل جاهزه معايا. ايه بديل الوافل ماشين؟ في بيبقى قوارب سيليكون بتكون واخده نفس شكل الوافل، ممكن تجيبوها وتعملوا لها مسحه زيت وتحطوا فيها الخليط وتحطوها في الفرن. بس وقتها تخلوا بالكم وتتابعوها كتير، يعني هي تقريبا ما بتاخدش وقت في السوا، ممكن مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. دلوقتي بقى هبدأ في طرق تقديم الوافل. طبعا دي حاجة بتكون راجعة لذوقكم. اول واحدة انا قدمتها بالويبنج كريم او كريمة الخفق، حطيت عليها شوية من ترانشات الفراولة وشوية من البلوبري، وكمان حطيت عليها صوص فراولة. زي ما قلت لكم التقديم ده بيبقى حسب ذوقكم، حسب انتوا حابين ايه. دي اول طريقة للتقديم. تاني واحدة دي بقى ممكن تقدموها بالمابل سيرب، تبقى حاجة كده زي الشربات، ولكن انا فضلت العسل الابيض بيكون افيد واطعم، فانا حطيت دي عليها عسل ابيض وشوية من البلوبري وواحدة ستروبري بس كده. بالنسبة بقى دي هتكون بزبدة اللوتس والنوتيلا. الاتنين دول باخدهم واحطهم في الميكرويف لمدة 30 ثانية لحد ما قوامهم ما يسيح معايا شوية، عشان اقدر احطهم في اكياس الحلواني واعمل فيها فتحة صغيرة من تحت كده، وابدأ ازينها بالخطوط اللي انتوا شايفينها دي. بتاعة النوتيلا حطيت عليها شوية من المكسرات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان 2 أو 3 من البريتزل. وطبعا زبدة اللوتس نفس الفكرة برضو، سيحتها وحطيتها في اكياس الحلواني وزينتها بنفس الطريقة دي، وحطيت عليها شوية من بسكوت اللوتس المكسر وكمان بسكوتين كده عشان يبين شكلها. ولو انتوا حابين بالنسبة للشوكولاتة ان انتوا تستخدموا اي نوع شوكولاتة مفيش مشكلة خالص، هتسيحوها في الميكرويف او على حمام مائي لحد ما تسيح معاكم وتقدروا تزينوا بيها بنفس الطريقة كده. وبس كده، ده بيكون شكل طبق النهارده وافل طعمه لذيذ جدا، وكمان مقاديره بسيطه زي ما انتم شفتوا كده. كل المقادير هتلاقوها مكتوبه تحت في صندوق الوصف. وبس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقه تكون عجبتكم، ويا ريت تطبقوها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. وبالف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. ويا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.